فرنسا والمشكل ديال الديون اللي عليها. مشروع ميزانية الدولة 2026 من ضمن أسباب التغييرات اللي كانت وقعت في الحكومة الفرنسية. المشكل ديال ديون فرنسا حسب تصريحات ان هاد الديون غدا وكتزايد، فالحكومه الجديده كتقول بان المشكل ديال الديون عنده علاقه بالاجانب اللي مقيمين هنا في فرنسا. وهذا علاش كاين هذا المشروع ديال الميزانيه اللي غادي تقترح الحكومه الجديده فيما يخص العلاقه ديال الديون بالاجنبي. فحسب التصريحات وحسب الاقتراحات اللي دارت ان الاجنبي خصو يؤدي واحد الواجب مادي في بزاف ديال الاجراءات الاداريه. فبعض البنود بغات تحتم على الاجنبي باش يخلص مثلا واحد التعمبر ب 200 اورو، بحال ما كان غادي يدير طلب الحصول على الجنسيه الفرنسيه. وبالنسبه للاجنبي اللي غادي يدير طلب ديال بطاقه الاقامه لاول مره او لا من اجل التجديد، فهذا الاجراء غادي تقام عليه تقريبا ما بين 50 حتى ل 200 ديال الاورو. هذا الاقتراح دار بحكم ان الدول الاوروبيه كتطبق هذه المسائل هذه باش كتخفف من الديون ديالها. هادشي مازال مشروع، مازال هادشي ما طبقش. الهدف ديال هذا الاقتراح اولا هذا البند هو تخفيف الديون في فرنسا. فمثلا الاجنبي الا بغى يبدل البيرمي ديالو دو كوندوير، يعني غادي يدفعوا معاه الوراق باش يحصل على رخصه سياقه فرنسيه، خاصو يولي يخلص 40 اورو. والناس اللي دايرين طلب ديال الاستفاده من الاقامه المؤقته غادي يوليو يخلصوا 100 اورو. هذا مازال غير اقتراح، مازال هادشي ما طبقش. ففعلا الا طبق هادشي ولا الاجنبي غادي يخلص هادشي، حسب تصريح ان فرنسا غادي تقدر تربح اكثر من 100 مليون اورو سنويا من طلبه بالنسبه للاجانب. فالاقتراح كيقول بان يتحيدوا هذوك لي زيد دو لوجمون بالنسبه للطلبه الاجانب اللي ما عندهمش المنحه. هادشي مازال نقاش داخل البرلمان. القرار غادي يتخاذ في الاواخر ديال ديسمبر 2025، وإلا اتفقوا عليه غادي يبدا يعني التطبيق ديالو في الاوائل ديال 2026. شنو الراي ديالكم نتوما في التعليق؟